أن يقدم المالي خدمة كبيرة لمنتخبنا العربي الجزائري في حال خرج بالتعادل. التمني لم يأخذ سوى ثوان من الدقيقة الأولى لنقفز من أماكننا بخطأ من الحارس الملوي. لم يتردد كانوتي بتسديد الكرة على الطاير وبهدف أول يعد الأسرع في المسابقة ب 26 ثانية، فساندناه كأنه منتخب عربي، لأنه لو فاز وتعادلت الجزائر وبحسب لوائح الاتحاد الأفريقي بالتعادل في النقاط يرجع للمواجهات المباشرة، فيكون المركز الثاني من نصيب الخضر لأنهم فازوا على مالي. الأول أفرحنا لكنه لا يكفي، فيجب على الجزائري أن يطمئننا بالحفاظ على التعادل أو التقدم الذي عذبنا ولم يأتي، لكنه جاء للمالي بصاروخ لا يصد ولا يرد من كيتا علت معه أصواتنا. عين هنا وعين هناك، والقلب على المباراتين، وأمل بألا يعود الملاوي بانتفاضة تنهي كل شيء. فمر الأول بسلام، لكن الثاني جاء بما كنا نخشاه مع الضغط الكبير للملاوي وبمساعدة الحارس الذي أخطأ الكرة، وبعد معمعة كروية جاء التقليص من راسل. ملاوي في الهجوم، فرصة لتقليص الفارق، ارتباك في الدفاع مالي، إمكانية للهدف بالفعل، الهدف يأتي بعد تقليص الفارق واقتراب الوقت من نهايته واستمرار التعادل الأنغولي الجزائري، لم يبقى أمامنا سوى الدعاء بأن تبقى الأمور على ما هي عليه، أو أن يسجل الجزائري التقدم الذي أذهب أعصابنا ولم يعدها إلينا إلا الهدف الثالث لياغايوكو الذي قتل الأمل الملوي، فخرجا من المولد بلا حمص. وصافرة النهاية التي أهلت الجزائر بتعادل سلبي ليكون المنتخب العربي الثاني الذي حجز بطاقته، وكل الأمنيات للشقيق التونسي بإكمال المشوار لتكون الفرحة ثلاثة أفراح. أحمد الآغا، صدى الملاعب. راح نجيكم ترتيب المجموعة الأولى. أنغولا مصدرة ب5 نقاط، معها الجزائر 4، وهو نفس رصيد مالي، ولكن الجزائر فازت بالمواجهة المباشرة فتأهلت، وملاوي أخيرة ب3 نقاط. يبدو لي أنا حأدخل يعني في عش الدبابير، لأنه حالة العروبة عند العرب متدهورة